Si me domina el tacto, no, no es un rechazo. Amar la sensualidad. يا مساء الفل على كل الناس. النهارده يا معلم معانا فيلم من العيار التقيل، وانا بحذرك وبقول لك لو سنك اقل من 18 سنه بلاش تشوف الفيلم، لان الفيلم كله اثاره ورومانسيه وحب. يلا هات كوبايه الشاي المتينه واسمعني يا معلم. بتبدا الحكايه مع شاب متشرد، وبنعرف ان اسمه دان، وحياته كلها في شوارع المدينه، ومالوش ولا بيت ولا متوى، وبنعرف ان هو يتيم الاب والام، وكمان لا شغلانه ولا صنعه ياكل منها عيش، مع ان دان شاب لسه صغير والمستقبل قدامه، وكان بينام على البحر او اي خرابه يترمي فيها وخلاص. في المشهد اللي بعد كده بنشوف دان تحت الكوبري بيعمل زي الناس، فجاه ومره واحده عربيه الشرطه بتقف قدامه وقربوا منه عشان خاطر يدفعوه غرامه، لان السلوك ده ممنوع في فرنسا. لكن دان ابن اللعيبه لما شافهم بسرعه هرب من المكان، لكن الشرطه يا معلم جرت وراه وما كانش عارف يروح فين او يجي منين، لان الشرطه محوطاه من كل مكان. وقتها شاف محل سمك شغال، راح فتح الباب بسرعه وجري عشان يستخبى فيه. بعد كده بتشوفوا صاحبه المحل اللي اسمها ليلى، ست جميله وزي القمر، عندها حوالي 40 سنه. افتكرت دان عاوز يشتري سمك، لكن من لبسه وشكله بدات تشك فيه، عشان كده كلمت جوزها بوب وطلبت منه يشوفه. وقتها دان كدب عليهم وعمل نفسه تعبان، وطلب من ليلى تجيب له شويه ميه، وفعلا ليلى الجميله جابت له ميه، وحاولت ان هي تهديه وتطمن عليه عشان تعرف هو عاوز ايه. بعد شويه عمل نفسه ان هو عاوز يشتري نوع معين من السمك، في نفس الوقت ما كانش معاه اي فلوس، وكان بيعمل كده عشان يضيع وقت لحد ما الشرطه تمشي من المكان. وده لما شاف الدنيا هدت كان عاوز يمشي من المحل من غير ما يشتري اي حاجه، لكن فجاه وهو بيفتح الباب شاف الشرطه موجوده في الشارع بتدور عليه. راح رجع مره تانية قعد في المحل. وقتها الحلوه ليلى بدات تشك فيه، وجوزها بوب كان راجل طيب، لما شاف منظره والهدوم اللي لابسها بدا يحن عليه، علشان كده خده معاه البيت وكمان اتعشى معاهم. بعد كده بوب الراجل الطيب سأله عن شغله وحياته والمكان اللي عايش فيه. راح دان حكى له عن حياته وعرفه ان هو يتيم الاب والام، وكمان مش شغال اي حاجه وملوش اي مكان يعيش فيه. وقتها الحلوه ليلى كلمت جوزها بوب ان يخليه يشتغل معاهم في محل السمك، لانهم محتاجين واحد يساعدهم. وفعلا الراجل الطيب بوب بيتكلم مع دان وعرض عليه ان هو يشتغل معاهم في محل السمك، وكمان هيقعد معاهم في البيت. ساعتها دان بيفرح جدا لانه شاب متشرد ومش لاقي اي مكان ولا اي شغلانه يعيش منها. في المشهد اللي بعد كده بنشوف دان وهو بيساعد ليلى في تنظيف البيت، والراجل الطيب بوب كان بيتفرج عليه من بعيد، وليلى الجميله كانت بتعمل شاور في الحمام وبتسمع اغاني والدنيا معاها عال العال وعايشه حياتها على الاخر. بعد كده دان بيدخل غرفه ابنها وفضل يتفرج على الصور اللي فيها. بعد كده ليلى دخلت عنده وعرفته بصوره ابنها اللي مسافر مع اولاده. بعد شويه دخل عليهم الراجل الطيب بوب وقال لمراته انا رايح انام. راحت ليلى ردت عليه وقالت له انا هسهر قدام التلفزيون لاني مش جاي لي نوم. وقتها بوب زعل جدا لانها ما راحتش معاه، شكله كده كان عاوز يروق نفسه معاها، لكن ليلى يا معلم نفضت له. في المشهد اللي بعد كده ليلى الجميله بتقول لدان في فيلم جديد تعالى اسمعه معايا. بعد كده شغلت فيديو ليوم عيد ميلاد ابنها جورج عشان تعرف داني عليه، وعرفت دان ان ابنها بيحب الاغاني جدا، وكمان سمعت اغنيه ليه، وهما الاتنين كانوا مستمتعين جدا. لحد هنا يا معلم الامور تمام وعشرة على عشرة ومفيش اي حاجه غريبه. تاني يوم الصبح يا معلم بوب بيصحي دان علشان يروحوا مع بعض يشتروا سمك في المحل، وفعلا هما الاتنين راحوا سوق السمك وبدأ يشتروا الحاجات اللي هم عاوزينها. بعد كده هما الاتنين راحوا المحل بتاعهم وبدأ ينظفوا في السمك اللي اشتروه. بعد كده الراجل الطيب بوب بدأ يعلم دان طريقة تقطيع السمك وتنظيفه، وبنلاحظ ان دان فرحان جدا ومبسوط في المكان وبدأ يحب الشغلانة بسرعة. وفعلا بوب كان راجل طيب وبيحطف على دان وبيعامله بكل احترام واعتبره ابنه التاني. وفي يوم من الايام يا معلم الراجل الطيب دان كان نايم في امان الله. وقتها الحلوه ليلى كانت بتبص لنفسها في المرايه وبدات تفتكر ايامها وعمرها اللي جري بيها. في نفس اللحظه دان كان بيعمل شاور في الحمام وكان بيروق على نفسه، وبوب كان رايح في سابع نومه ومن التعب والارهاق ما كانش حاسس باي حاجه. وليلى بدات تندب حظها وتلوم نفسها لانها اتجوزت بوب اللي دايما ناسيها ومش مهتم بيها، وكمان مش عاطيها حقوقها الشرعيه وبيفضل الشغل عنها. علشان كده ليلى حالتها النفسيه كانت صعبه جدا ومش عارفه تعمل ايه وتتصرف ازاي، لانها شايفه جمالها وعمرها بيجري بيها. في المشهد اللي بعد كده دان بيطلع من الحمام
وشاف ليلى وهي في الغرفة بتاعتها ونادى عليها، ولما شافته اتكسفت منه جدا لأنه لسه طالع من الحمام. بعد كده راحت عنده وعطته ملابس جديدة بتاع ابنها بدل ملابسه القديمة اللي عليه، ودان شكرها جدا. بعد كده بدأ يضحك معاها وقال لها الروب الأحمر جميل عليك جدا وهياكل منك حتة. راحت ليلى اتحرجت منه جدا وبعد كده شكرته وسابته ومشت. وبتعدي وتمر الأيام يا معلم، ودان خلاص اتعود على المكان وتعلم الشغل كويس جدا، والراجل الطيب بوب بدأ يعتمد عليه في كل حاجة وحبه جدا. وبعد ما يخلصوا شغل هما الاتنين بيجروا في الشارع يعملوا رياضة. بعد كده ليلى بتحس ان عمرها بدأ يعدي، واهم حاجة عند جوزها الفلوس والمكسب، وحاسة ان هو مش بيفكر فيها وعلى طول ناسي حقوقها، واحساسها ومشاعرها مش فارقة عنده. علشان كده كانت زعلانة منه دايما وعصبية عليه على طول، وبدأت تعامله بطريقة مش كويسة. عشان كده بوب بدأ يحس بيها ولاحظ معاملتها السيئة ليه، وحس انها متغيرة من ناحيته وما كانش عارف ايه سبب كده. وقتها دان كان حاسس بيها وعارف هي زعلانة ليه من جوزها بوب، لأنها صغيرة في السن وهي عاوزة واحد يدلعها ويروق عليها ويرجع لها شبابها مرة تانية. ودان حاول يهدي بينهم لكن على طول بيفشل، وما كانش عارف يتصرف ازاي او يعمل ايه علشان يرضيهم هما الاتنين. وفي يوم من الايام يا صاحبي دان بيرجع بدري من محل السمك، ولما فتح الباب شاف ليلى في الحمام بتعمل شاور. وقتها ليلى شافته وهو بيبص عليها، راحت بسرعة قفلت الباب، ولما طلعت من الحمام اتكلمت معاه عشان تعرف ايه اللي رجعه بدري. قال لها انا تعبان شوية وحبيت اريح. بعد كده بدأ يحكي معاها وقال لها انت ليه متغيرة مع بوب ومعاملتك معاه مش كويسة. وساعتها الحلوة ليلى كانت محرجة تتكلم معاه، راحت قالت له حالتي النفسية تعبانة جدا لأن بوب مش سائل فيا، أهم حاجة عنده الفلوس والمال وناس إن أنا واحدة ست ليا مشاعر وأحاسيس. راح ده الرد عليها وقال لها هو بيشتغل عشان خاطرك. قالت له الشغل مش كل حاجة، أنا واحدة ست عاوزة راجل يكون جنبي، نفسي في يوم نخرج ونتفسح ونعيش حياتنا زي أي اتنين متجوزين. وعرفته إنها محرومة من كل حاجة حتى حقوقها الشرعية. ودان وقتها كان بيحاول يطلعها من المود اللي هي فيه لأنه شافها حزينة جدا. تاني يوم بالليل يا معلم بنشوف اتنين حرامية راحوا عند عربية بوب وعايزين يسرقوها. وقتها شافهم دان وراح عندهم واتخانق معاهم وفضل يضرب فيهم، وبوب جري عليه وساعد وضرب معاه، ونجحوا هما الاتنين انهم يتغلبوا على الحرامية اللي بسرعة جروا من المكان. في المشهد اللي بعد كده بنشوف دان وبوب بيتمشوا على البحر، وبوب اتكلم معاه وبدأ يقول له على الحلم بتاعه ان نفسه يعمل مطعم سمك كبير ويبقى ليه فروع في كل مكان ويبقى اكبر مطعم سمك في فرنسا. وبالليل يا معلم بنشوف الحلوة ليلى وهي بتعمل شاور في الحمام وحاطة السماعة في ودنها وبتغني ومبسوطة والدنيا حلوة معاها. وقتها دان سمع صوتها وهي بتغني، عشان كده بدأ يتخيلها ويفكر فيها، وبدأ الشيطان يسيطر عليه. عشان كده لبس الروب بتاعه بسرعة وطلع بره الغرفة بتاعته وراح عند الحمام يتفرج عليها وهي بتعمل شاور، لكن خاف ان ليلى تطلع على غفلة وتشوفه وتعمل معاه مشكلة او جثة بوب يشوفه. راح بسرعة مشي بعيد عن الحمام وفتح التلاجة عشان يشرب. وليلى لما طلعت من الحمام شافته وراحت عنده وقالت له ايه اللي مسهرك؟ راح قال لها زي ما انت سهرانه انا سهران. قالت له انا سهرانه بعمل شاور، لكن انت بتعمل ايه؟ بعد كده بيقول لها انا بفكر فيكي وانت دايما على بالي، وعرفها ان هو موجود هنا عشان خاطرها وان هو بيحبها جدا من ساعه ما شافها اول يوم. وقال لها انا عاوز اكمل معاك حياتي ومش عاوز حد يشاركني فيكي، عاوزك تكوني ليا انا لوحدي. وعرفها ان هو حاسس بيها. وقتها ليلى بتستغرب جدا من كلامه وحست ان هو شارب حاجه لانه مش طبيعي. بعد كده دان بيقول لها انا قررت اسيب البيت وامشي لان مش عاوز اعمل لك مشكله، وخاصه مع بوب الراجل الطيب اللي فتح لي بيته. راحت ليلى قالت له اللي بيحب حد بيفضل جنبه وما يتخلاش عنه ويقرب منه ويعيش معاه. وقتها معلم ليلى لاحظت ان هو بيتكلم بجد وعاوز يسيب البيت ويمشي، وحست ان هو فعلا بيحبها من كل قلبه. ساعتها كمان هي كانت محرومه، وجث الراجل الطيب بوب ما كانش مهتم بيها ولا عطيها حقوقها ولا مهتم بمشاعرها ولا احساسها. عشان كده ليلى اتأثرت جدا بكلام دان وبدأت تندمج معاه وقربت منه واحدة واحدة، وحصل بينهم اللي ما ينفعش نقوله. المهم ليلى روقت نفسها معاه وعوضت سنين حياتها وعمرها اللي فات، وكانت سعيدة وهتطير من الفرحة لأن دان صغير في السن وعرف يدلعها. وكمان في فرق في السرعات يا صاحبي بين الراجل العجوز والشاب. تاني يوم يا معلم ليلى كانت فرحانة وسعيدة، والضحك والابتسامة رجع ليها مرة تانية بعد ما الواد روق عليها. وكمان بدأت تعامل جوزها الراجل الطيب بوب بطريقة كويسة جدا، وكانت بتبص لدان بعينيها الجميلة من غير ما جوزها ياخد باله، كأنها بتقول له انت السبب في اللي حصل ورجعت لي الابتسامة مرة تانية. بعد كده هما الاتنين حبهم بيزيد ودان اتعود عليها، وكان بيسيب الشغل وقت الظهرية ويروح عندها البيت وهي لوحدها يروق عليها. وقتها الراجل العجوز بوب كان عاطل امان لدان، لكن دان للأسف كان بيخونه. ومرة من المرات بوب كان قاعد قدام التلفزيون
وهما الاتنين مع بعض في المطبخ بيروقوا على بعض. وبتمر الايام وتعدي والعلاقه بينهم هما الاتنين كانت في السر، وليلى حبته جدا وما كانتش تقدر تعيش من غيره لان دان بقى كل حياتها. في المشهد اللي بعد كده يا معلم، ابن بوب بيرجع من السفر هو واولاده ومراته، وجورج كان شاب دمه تقيل جدا وعلى طول بيعمل حركات بايخه، ولما رجع من السفر كان عاوز يعمل لهم مفاجاه، عشان كده غير هدومه على السلم. وقتها والده كان موجود في محل السمك ومامته لوحدها مع دان بيعملوا علاقه مع بعض. راح جورج فتح الباب ودخل هو ومراته وبدا يسحب واحده واحده عشان يعمل لهم مفاجاه. وقتها مامته ليلى حست ان في حد بره، راحت بسرعه خرجت من عند دان، وساعتها جورج فضل يدور على حد موجود في البيت لكن للاسف ما لقيش اي حد. فجاه مره واحده ليلى بتطلع عليهم وشافت ابنها ابو دم تقيل جورج وقربت ليه وحضنته وزعلت منه عشان ما عرفهاش ان هو راجع من السفر. قال لها انا كنت عاوز اعمل لك مفاجاه. بعد كده جورج بيدخل الغرفه بتاعته لانها وحشته، واتفاجئ بواحد غريب نايم على السرير بتاعه. راح اتعصب وسال مامته عليه، قالت له ده شغال عندنا في المحل واسمه دان وابوك اللي شغله. راح قال لها هو ما راحش الشغل ليه؟ قالت له ده تعبان شويه. وجورج بدا يبص له بنظرات غريبه وما كانش مستريح ليه. فجاه بيجي والد بوب ويسلم على الطفل الصغير. وقتها الملابس الداخليه بتاع ليلى كانت موجوده جنب دان. راح دان عمل حركه صايعه وخد الملابس بالبورنيطه اللي معاه من غير ما حد يحس بيه ولا يشوفها، والموضوع بيعدي بسلام. وقتها ليلى كانت خايفه جدا لكن فرحت لما دان انقذها وخبى الملابس. تاني يوم يا صاحبي، جورج ابو دم تقيل بيروح محل السمك عند والده عشان يعرف الدنيا ماشيه ازاي. وقتها بدا يرخم ويتخانق مع دان ويهزر معاه هزار تقيل جدا، ودان ما كانش طايقه وكان ماسك نفسه بالعافيه. وكمان جورج بدا يتكلم معاه عن ايراد المحل. المهم كان عاوز يعصب دان، وليلى شافت معامله ابنها ليه وما كانتش عارفه تتصرف ازاي او تعمل ايه. تاني يوم يا معلم العيله كلها بتاخد مركب علشان يتفسحوا شويه، وهناك بدا ياخدوا شويه صور تذكاريه. ساعتها جورج مره تانيه بدا يرخم على دان ويغلس عليه، وكان عاوز يعرف الواد ده دخل حياتهم ازاي لانه لاحظ ان مامته وباباه بيحبوه جدا وبيعتمدوا عليه في كل حاجه. عشان كده جورج بدا يغير منه وعاوز يمشيه من المكان بسرعه. وجورج بدا يسال دان اسئله دمها تقيل زي انت كنت شغال فين قبل كده ومن عيلتك ومن اسرتك. وبالليل يا معلم بوب كان نايم في امان الله ومراته ليلى في الحمام مع دان بيهزروا ويضحكوا مع بعض. فجاه مره واحده الراجل الطيب بوب بيقوم من النوم علشان يدخل الحمام، وهو ماشي كان دهشان ومش فايق والنوم كان مسيطر عليه ومش حاسس باي حاجه. والراجل الطيب بوب دخل على مراته الحمام هي ودان وما خدش باله ليهم. بعد كده المغفل بيرجع عشان يكمل نوم، ودان وليلى كملوا هزار وضحك مع بعض. وبوب جوزها نايم في العسل مش دارب اللي بتعمله الخاينه مراته مع الواد اللي شغال عندهم في المحل. تاني يوم يا سيدي الناس، بوب الراجل الطيب بيدي دان شويه سمك علشان يوديهم البيت لمرات جورج علشان نفسها في السمك. وفعلا دان ركب العجله بتاعته وراح على البيت. ساعتها مرات جورج الجميله كانت لوحدها في البيت وجوز ابو دم تقيل ما كانش موجود معاها. ولما وصل بدا يرن جرس الباب، وجيسيكا راحت عنده وفتحت له الباب وبسرعه جرت على الحمام لانها كانت بتعمل شاور لابنها الصغير. عشان كده دان راح عندها واعطاها السمك، وجيسيكا طلبت منه يدخله الثلاجه. وبنعرف ان جيسيكا بنت كويسه جدا وجوز ابو دم تقيل ما يستاهلهاش، عشان كده كانت بتعامل دان بكل احترام. بعد كده بيستأذن منها عشان يمشي، لكن جيسيكا قالت له استنى اشوف السمك هو اللي عاوزاه ولا لا. وفعلا جيسيكا سابت الطفل معاه وراحت تشوف السمك، ودان بدا يحمل الطفل الصغير لحد ما ترجع مامته. ولما جيسيكا رجعت يا معلم شافت دان وهو بيضحك مع ابنها. فجاه مره واحده جوز ابو دم تقيل جورج دخل عليهم وهم مع بعض في الحمام بيحمل الواد الصغير، وبدا يتعصب واستغرب جدا ان دان موجود مع مراته في الحمام. راحت جيسيكا اتكلمت معاه وحاولت تهديه وعرفت ان والده بعت معاه سمك، لكن جورج ما صدقش كلامها وحس ان مراته بتخونه معاه. لكن جورج بيهدى شويه لما شاف السمك، وفعلا الموضوع بيعدي على خير. وبالليل يا معلم ليلى كانت سهرانه وحيرانه وعاوزه تروق على نفسها، وجوز الراجل الطيب كان نايم في العسل ومش حاسس باي حاجه. راحت واحده واحده اتسحبت من جنبه علشان تروح الغرفه بتاع دان، وقتها جوز بوبو بيحس بيها، ولما شافها سالها رايحه فين. راحت بنت اللئيمه كدبت عليه وقالت له رايحه اقفل الشباك. ساعتها الراجل الطيب بوب كان مزاجه عالي العال عشان كده شدها ناحيته. واخيرا يا صاحبي بعد زمن طويل كان عاوز يهزر معاها، وفعلا الراجل عجوز بوب روق عليها بدلدان وقضى معاها الليله. لكن ليلى ما كانتش مبسوطه لانه راجل عجوز ومش عارف يعمل معاها اي حاجه. في المشهد اللي بعد كده تاني يوم الصبح دان بيشتكي ليلى من معامله ابنها ليه، عشان كده كان عاوز يسيب المحل ويمشي. راحت ليلى اتكلمت مع ابنها جورج وطلبت منه يعامل دان معامله كويسه، وكمان عرفته ان والده بيحبه جدا وبيعتمد عليه في كل حاجه. راح جورج رد عليها وقال لها انا مش بحبه ومش مستريح ليه،
واذا ساب المحل ومش هيجيب لك واحد غيره. راحت قالت له احنا ما صدقنا علمناه الشغل، لسه هنجيب واحد تاني ونعلمه. ساعتها ليلى كانت بتعشق دان ومش عاوزاه يسيب المكان لانه بيظبطها وغير حياتها من ساعه ما ظهر. وليلى عشان تخلي ابنها يهدى عليه شويه اشترت له الحاجات اللي بيحبها وما يقدرش يعيش من غيرها. راح ابنها جورج فرح جدا وقال لها انت ست جميله وحاسه بيا. وقتها جورج ابو دم تقيل لاحظ ان مامته بتدافع عن دان بطريقه مش معقوله وشك ان في حاجه ما بينهم لكن ما عندوش اي دليل. بعد كده يا معلم في اجازه الويك اند كل العيله بتطلع رحله في الحديقه علشان يقضوا وقت جميل مع بعض، وكلهم فضلوا يغنوا ويرقصوا مع بعض والدنيا كانت حلوه خالص ودان كان موجود معاهم. ولما جاء وقت الغدا كلهم قعدوا يتغدوا مع بعض وجورج ابو دم تقيل بدا يحط رجليه من تحت الترابيزه على رجل مامته وبدا يعمل حركات غريبه معاها. ساعتها ليلى افتكرت انها رجل دان وكانت فرحانه جدا وسعيده، لكن ليلى اتصدمت لما عرفت انها رجل ابنها. راحت اتعصبت عليه وضربته بالقلم، وجورج ابو دم تقيل وقتها كشف العلاقه اللي بين دان ومامته. وبالليل يا معلم لما رجعوا البيت ليلى كانت زعلانه جدا ومتعصبه عشان ابنها عارف العلاقه اللي بينها وبين دان وما كانتش عارفه تتصرف ازاي او تعمل ايه. عشان كده راحت الغرفه بتاع دان وعرفته على اللي حصل وان اكيد جورج هيقول لوالده. راح دان حاول يهديها. تاني يوم الراجل الطيب بوب بعت سمك للمره التانيه مع دان لمرات جورج، وجاسكا وقتها كانت واقفه في الشارع وكانت زعلانه جدا ومعاها ابنها وطلبت من دان انها تتكلم معاه. وهم ماشيين مع بعض عرفته ان جوزها شاكك فيها وان في علاقه بيني وبينك. وقتها دان استغرب من كلامها جدا وفعلا دان شاف اثار الضرب على وشها وزعل عليها جدا. بعد كده جاسكا بتبكي وتنهار لان جوزها ظالمها. عشان كده دان بدا يهديها وكمان مشي معاها لحد الباص لانها زعلانه ورايحه عند اهلها. في المشهد اللي بعد كده دان بيروح عند جورج وشافه هو سكران وضايع خالص ومش عارف يتكلم ولا كلمه. راح دان قال له انت ظلمت مراتك ومفيش اي حاجه بيني وبينها ويا ريت تشيل التخيلات دي من دماغك، مراتك ست جميله وامينه. ساعتها جورج مش بيصدق كلامه وحس ان هو بيكذب عليه. بعد كده جورج بيوريه صوره هو ووالده وقال له الراجل ده فتح لك بيته وحبك جدا وشغلك لكن انت للاسف خنته. راح دان اتعصب من كلامه وبعد كده سابه ومشي. بعد كده جورج حالته بتسوء وتتدهور اكتر من الاول وما كانش عارف يفكر ولا يمسك اعصابه لان عارف ان مامته بتخون والده مع الواد اللي شغال عندهم في المحل. عشان كده جورج قرر يتصل بوالده ويعرفه باللي حصل، وفعلا بيتصل بوالده وعرفه ان مامته بتخونه ونهار وفضل يبكي ويعيط. ساعتها بوب الراجل الطيب ما كانش مصدق كلام ابنه لانه عارف ابنه جورج بيكره دان، لكن بوب حب يتاكد من كلام ابنه جورج. وفعلا بوب بيتكلم مع دان وبدا يواجهه بالكلام لكن دان نكر ان في اي علاقه. وقتها ليلى بتكون وصلت وسامعه الكلام اللي بيقوله جوزها. راحت اتعصبت على بوب وقالت له دان زي ابني، ازاي تقول الكلام ده عليه وانت ازاي تشك فيا؟ لكن الراجل الطيب بوب مش بيصدق كلامها. راح دان قال له خلاص انا هسيب المكان وامشي ومش عاوز اي مشاكل. وليلى جرت عليه وحاولت تمنعه لانها بتحبه وصعب انها تعيش من غيره ولو سابها ومشي حياتها تتدمر. راحت ليلى ترجت جوزها ان ما يمشيش دان. راح بوب اتعصب عليها عشان بتدافع عنه وراح عند دان وكان عاوز يضربه. فجأة ومرة واحدة يا معلم الراجل الطيب بوب بتجيله ذبحة صدرية ووجع على الأرض ومات في الحال. وليلى بتحاول تساعده وكلمت الدكتور لكن بوب يا معلم خلاص انتهى أمره وساب الدنيا وارتاح من مراته واللي بتعمله فيه. وقتها دان كان زعلان جدا وحاسس بالذنب ان هو السبب في موت الراجل الطيب اللي فتح له بيته وعطف عليه ولمه من الشارع وبص على صورته وفضل يبكي وينهار وما كانش مصدق نفسه ان هو مشي ورا الشيطان وخان الراجل اللي كان بيحبه. وبالليل يا معلم والمطر نازل دان كان ماشي في الشارع زي المجنون مش مصدق اللي حصل. ساعتها جورج شافه وراح عنده قال له انت السبب في كل حاجه، دمرت بيته وموتت والدي وانت ليه عملت مع الناس اللي بتحبك كده؟ وقتها جورج كان متعصب جدا وعينه كلها شرار ودان لما شافه كده سابه ومشي لكن جورج مشي وراه. راح طلع السكينه اللي معاه وخلص عليه وساب دان مرمي في الشارع اللي هو كان عايش فيه قبل ما يدخل حياتهم ويدمرها. وبكده يا معلم خلص الفيلم. لو عجبك الفيلم يا ريت لايك وشير واشوفك على خير.